في هذا الفيديو غادي نشوفوا واش فعلا الجزائر غادي تحتضن كاس افريقيا 2027. غادي نشوفوا مغربي كيرد على واحد المصري اللي قال ان الجزائر غادي تحتضن كاس افريقيا 2027، وذاك المغربي كيقول ما كرهناش ان الجزائر تنظم كاس افريقيا 2027. واش فعلا غادي تنظم كاس افريقيا او لا؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو. تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. عاجل من العواجل. شوف اسمع وبارطاجي مع الحباب ومع الصحاب. الجزائر أرض الشهداء، مكة الثوار، أرض ابن بديس والأمير عبد القادر، وتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025. نعم، هذا ما جاء على لسان تيك توكر مصري. نعم، تقول لك أنا جدت هذه المعلومة من القاع البير، معلومة بقى بميكتها. نعم، ويتحدث على استضافة الجزائر لكان 2027 اللي كانت غتنظمو أوغندا وكينيا وتنزانيا. وسائل الإعلام فرنسية تتحدث على التعثر كينيا وتنزانيا وأوغندا، ثلاثة البلدان محامين على أنهم ينظموا وما قدروش أنهم متعطرين. نسمعوا لهذا الأخ بعد هذا الأخ المصري ونجاوبوا رسميا وبشكل شبه رسمي، والعبد لله اول واحد بينفرد بالخبر والباقي يطلع بعد منه. الجزائر على موعد مع التاريخ. المحاربين يا جماعه على موعد مع التاريخ. الجزائر يا جماعه هتنظم بطوله افريقيا نسخه 27-28، ودي المفاجاه بعد اجتماع الاتحاد الجزائري لكره القدم ووزير الشباب والرياضه الجزائري عشان يقدموا ملف استضافة البطولة بعد انسحاب أوغندا، بعد انسحاب كينيا، بعد انسحاب تنزانيا. وعايز أبعت رسالة للناس الكذابة اللي بتطلع تكذب على الناس وتطبل وخلاص. الناس اللي طالعة تقول لك بعد انسحاب كينيا وتنزانيا وأوغندا من تنظيم البطولة، الناس طالعة تقول لك ده متسبي راح يتحايل على فوز لقشة عشان ينظم البطولة. الكلام ده لا أساس له من الصحة، بل بالعكس. الاتحاد الافريقي لكرة القدم مستاء جدا من تنظيم المغرب لبطولة افريقيا النسخة اللي فاتت، والدليل على كلامي كان اسوأ نهائي في تاريخ البطولة، زائد العقوبات المالية الضخمة اللي وقعت على المنتخب المغربي بقيمة $1,200,000. ودي كانت اكبر غرامة في تاريخ البطولة، ان في دولة تنظم بطولة بحجم الامم وبعد كده يقع عليها عقوبات بهذا الشكل. فالكلام ده لا اساس له من الصحة. الخبر اللي عندي وبشكل شبه رسمي، الجزائر على موعد مع التاريخ لتنظيم افريقيا 27-28. لايك وشير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي المصري، احنا عاشقين ومحبين لأرض الجزائر. الجزائريين خوتنا جيراننا، اللي تجمعنا مع خوتنا الجزائريين أكثر من اللي تفرقنا. الجزائري تيبكي المغربي والمغربي تيبكي الجزائر. خليك من المغرب وتنظيم المغرب. احنا مع الجزائر وبغينا الجزائر تنظم كاس افريقيا. موتسيبي جا عند القجع، المغرب ما غينظمش كاس افريقيا. احنا يلاه نظمناه، احنا يلاه نظمناه. انا حبيت ان يكون كلامك صحيح وهذه المعلومات ديالك صحيحه. وفعلا وليد صادي وزير الشبيبه والرياضه رئيس الاتحاديه الجزائريه وضع ملف نعم استضافه كاس افريقيا 2027. نعم، اللي الحين متعطره في تنزانيا وفي كينيا وفي اوغندا. مزيان. انا بغيت الجزائر انها تنظم هذا الكاس. بغينا نزوروا ارض ابن بديس والامير عبد القادر واحمد زبانه وديدوس وعميروش والحواس ما يعرفهمش هذا، وعلي لابوانت وجميله بوحيرد والمجاهد الراحل حسين عيد احمد. بغينا الجزائر تنظم لان كينيا وتنزانيا واوغندا ما يقدروش ينظموا. واش الجزائر قادره تنظم؟ قادره. شكون تاني خويا بجيلي قادره تنظم؟ قادره تنظم مصر، ولكن مصر يلا نظمت في 2019.
جنوب افريقيا الساوث افريقيا، يعني غتبقى ما بين جنوب افريقيا وما بين الجزائر. وانا حبيت ان الجزائر هي اللي تنظم. الجزائر نظمته غيكون للتاريخ، بنيه تحتيه مطوره، مترو، ترامواي، مدن جميله. نعم الجزائر القاره، الجزائر الكبيره. حبينا ان حبيت ان هذه الاخبار اللي جا بها هذا المصري تكون صحيحه، والله تكون صحيحه من وراء المغرب. لان فكرتيني نرجع معك للتاريخ. المغرب نظموا في 88، الجزائر مورا نظمتهم في 90. نتمنوا التاريخ يكرر نفسه. المغرب 25 والجزائر في مكان طنزانيا، لان الجزائر نعم الجزائر نعم يفتخرون بانتمائهم الى الماما افريقيا، وغينقضوا الماما افريقيا، لان هاد الدول ما قادرينش. نجيكم من الاخر، هاد الدول ما قادرينش ان ينظموا والو، ما قادرين ينظموا والو. اذا اليوم الجزائر غتنقض متسدي وغتنظم هاد الكاس ان شاء الله، ان شاء الله. ملاعب موجوده، ملاعب موجوده. غيكون ماشي غير يكون كاس، غيكون كاس العالم في الجزائر، غيكون كاس العالم، لان عندهم 3 الملاعب، ملاعب رائعه في العاصمه. عندهم ملعب ديال الدويره، هذا ملعب علي لا بوانت اللي تتسع اكثر من 40,000 متفرج. عندهم ملعب نيلسون مانديلا اللي تتسع اكثر من 45,000 متفرج. عندهم الملعب الاسطوري ملعب 5 جويلية 1962 اللي تتسع اكثر من 70,000 متفرج. العاصمه بوحدها فيها 3 ملاعب. وهران عندهم ملعب ميلود هتفي. في عنابه عندهم ملعب 19 ماي 1956. قسطنطينه عندهم ملعب حملاوي وملعب جديد. وفي الصيف غيكون ملعب جديد، وفي ورقله غيكون ملعب جديد، زائد ملعب المجاهد الراحل حسين ايد احمد في تيزي وزو، زائد ملعب اخر غيكون في بشار. اذا الجزائر غتنظموه بسهوله وسهوله وسهوله، وغيكون للتاريخ، ويكون نسخه تاريخيه. كاين الامكانيات وكاين الملاعب وكاينه البنى التحتيه. قادره الجزائر تنظموا افضل من مصر وما بين جنوب افريقيا. ينظموا الجزائريين ونظموا التشاد. وانا حبيت. اما هذا الاخ الله يرضى عليك ما كنتيش تدخل لينا. احنا نحبوا الجزائريين دائما كانوا قراب لينا. نعم دائما كانوا قراب لينا، حتى في الطقوس اللي كانت في مراكش انفجار كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. وحنا خايفين عليكم خوتنا المغاربه، لانه كاين التاثير والتاثر، وهذا الشيء ما يعرفوش المصري وما يعرفوش اليماني وما يعرفوش. احنا نبغوا بعضنا البعض. كما قال واحد جزائري، انا وخويا على ولد عمي، وانا وخويا وولد عمي على البراني. هادشي اللي واقع ما بين الجزائريين وما بين المغاربه. اذا انا المصري دخل اخويا زوين، تحدث على كاس افريقيا، وخليك من المغرب وخليك من داكشي الله يرضى عليك. اهل مكه ادرى بشعابها، وكل واحد بلاد سلطان، وحنا نفهموا بعضنا البعض ونتخاصموا مع بعضنا البعض، وكنا ما نفوتوش بعضنا البعض. هادشي اللي كاين واقع ما بين المغاربه وما بين الجزائريين. كما قال الشيخ الجزائري، اقرب الشعوب الينا وهم المغاربه. اذا ارتاح فتاح، وعيق توفيق. وحبينا ان شاء الله ان الجزائر تنظم كاس افريقيا 2027 ونزور ارض الشهداء، مكه الثوار، ارض الرجال. الى الملتقى. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو خلي لايك، وقولنا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.